السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم معاكم على اهم المواد اللي انتوا هتاخدوها في اولى صيدله، وعايزه اقول لكم حاجه بسيطه ان ده على حسب اللائحه بتاعت جامعه اسكندريه. ممكن في مواد تختلف تزيد او تقل حسب جامعه لجامعه، ولكن ده بيكون البيزك نولج. وعموما انا بقول لكم المواد دي علشان تبقوا عارفين كل ماده ايه الكونتنت بتاعها او ايه اللي انتوا هتدرسوه فيها، بحيث ان يكون عندكم معلومات اساسيه وانتم داخلين ان شاء الله كليه صيدله في اول سنه ليكم. فلو انتم مهتمين بحاجه زي كده ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولو انتوا تعرفوا حد لسه داخل اولى صيدله ما تنسوش تبعتوا له الفيديو ده. وكمان لو انتوا عندكم بعد الفيديو اي استفسارات اكتبوها لي في الكومنتس، او لو عايزين تعرفوا اي حاجه تانية او فيديو تاني عن اي موضوع معين اكتبوه لي وانا ان شاء الله هرد عليكم. اول ماده معانا هي ماده الاورجانيك كيمستري او الكيمياء العضويه. الكيمياء العضويه زي اللي احنا اخدناها في ثانويه عامه ولكن بشكل زياده شويتين. احنا كنا بناخدها في ثانويه عامه بانها مركبات الكربون وكل التفاصيل بتاعتها دي، ولكن انتوا ان شاء الله لما تدخلوا كليه صيدله هتلاقوا تفاصيل اكتر، ميكانيزمات اكتر، ازاي اصلا التفاعل ده بيتم، وهتطبق على التفاعلات دي في السكاشن العملي كمان. فان شاء الله هتكون ماده بسيطه والمواد اللي انتوا هتحبوها يعني جدا في الكليه، وهتكون هي دي الاساس لمواد تانية كتير في السنين الجايه. هي بس بتكون محتاجة ان انتوا تذاكروها اول باول، وتحاولوا دايما تربطوا ما بين النظري والعملي. فلما بتاخد اي محاضرة في النظري او يعني في المحاضرات، فحاول اول ما تروح تذاكرها علشان هتفيدك قوي في العملي، عشان تسهل عليك التفاعل وتعرف تتخيل التفاعل، فبالتالي المعلومة تثبت اكتر. تاني مادة معانا هي مادة الاناليتيكال كيمستري او الكيمياء التحليلية، ودي اللي احنا كنا بناخدها من اعدادي تقريبا، اللي هي بنحط مثلا اسيد على بيز يطلع لنا سولت ووتر، او اللي هو تفاعل الحمض والقاعده هيطلع ملح وميه. دي من الحاجات اللي ممتعه جدا. الالوان بتاعه العملي اللي بتطلع، البرودكتس اللي بتطلع في العملي بتكون ممتعه جدا وبنبسط بيها ونقعد نتصور بيها، فدي من الحاجات الحلوه قوي. فحاولوا دايما ان انتوا تستمتعوا بكل الخطوات اللي انتوا بتعملوها، وتركزوا كمان علشان العملي بتاعها بيكون معتمد على التركيز في السكاشن طول السنه، عشان تقدر تطلع درجه اللون اللي هم محتاجينها بالظبط، لان التفاعل بعد كده بيكون بشكل مختلف وقبل كده بيكون بشكل مختلف. فحاول دايما تركز من الاول. تالت ماده معانا هي ماده البوتاني او الميديسينال بلانتس، اللي هي النباتات الطبيه. في النباتات الطبيه دي بنبدا نعرف ازاي نتعرف على النبات. ممكن حد يجي يسالني طب انا دي هتفيدني بايه؟ هو طبعا احنا بنستخلص مواد كتير قوي من النباتات، وده هيفيدني كمان ان انا اعرف شكل النبات الاصلي ايه، عشان بعدين لما اجي اتخرج يعني ان شاء الله واشتغل في مجالات بتاعه استخلاص الادويه او المواد من النباتات، ابقى عارفه ايه الماده، شكل الماده الاساسيه والورقه الاساسيه اللي هبدا استخلص منها، علشان بيبقى في بعض المصانع بعدين بيجي لها بعض العينات اللي بتكون مغشوشه. فلما انت بتبقى عارف الشكل الاساسي بتقدر تديتكت الحاجه المختلفه او المغشوشه، فبتقدر تتعرف على الفروقات ما بينهم. كمان بنقدر نعرف المواد اللي بنقدر نستخرجها، وايه فايده العناب واليانسون وكل التفاصيل دي. فانت هتبقى قاعد كانك قاعد في محل عطاره، ولكن بتكون مفيده جدا وبتفيدك كمان في التجمعات العائليه. لو حد سالك طب انا لو بطني وجعاني اخد نعناع ولا اخد ينسون، اكتبوا لي في الكومنتس لو بطني وجعاني اخد نعناع ولا اخد ينسون. الماده اللي بعد كده هي ماده الفارماسي اورينتيشن. الفارماسي اورينتيشن دي باخد فيها ايه يا ترى؟ انا باخد فيها بيزك نوليدج عن الصيدله، بدايه الصيدله والتفاصيل بتاعه الصيدله، وكمان الاشكال بتاعه الادويه، الاقراص والشرب، وكمان السابوزيتري وقطرات العين. وكمان لو انا عايزه انصح بيشنت معين بيشتري مني في الصيدليه، الفروقات ما بين الادويه عامله ازاي، التصنيع بتاع كل واحده. فهي بتديني المعلومات الاساسيه، وهي بالترجمه بتاعتها هي فارماسي اورينتيشن، يعني هي مدخل الصيدله، يعني هي اساس الصيدله اللي بنقدر نبني عليه السنين اللي بعد كده التفاصيل الكتير اللي احنا هناخدها ان شاء الله عن الدواء والتصنيع الدوائي. الماده اللي بعد كده من المواد الاساسيه الممتعه جدا، اللي لازم ان احنا ان شاء الله نتقنها في السنه الاولى علشان تسهل علينا الدراسه في السنين الجايه، وهي ماده الترمينولوجي. ماده الترمينولوجي دي هي التسميه بتاعه اي حاجه احنا هناخدها بعدين. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما باجي بذاكر هتقابلني مشاكل ان انا مثلا كنت عربي فمش عارف بالظبط الترجمه بتاعت الحاجات دي. انا عايزه اقول لكم انه اغلب الدراسه اللي احنا بناخدها بيكون التسميه نفسها تسميه بشكل طبي معين، بيكون ليها اساس او معنى. ان احنا مثلا الكلمه بتكون متقسمه اجزاء، وكل جزء بيديني معلومه معينه. يعني انا دلوقتي مثلا عايزه اقول ان انا عندي التهاب في الكبد. لو حد عنده التهاب في الكبد، فالكبد عندنا اللي هو الليفر بالانجلش، هو ليه اسم تاني اسمه هبه. تمام؟ فهبه لو انا عايزه اقول بقى ان هو عنده التهاب دي بتبقى بحط في اخر الكلمه ايتس.
تمام. فهتبقى هيباتيتس. هيباتيتس ده معناه ان هو في التهاب في الكبد. انا ليه قلت ان الماده دي ماده اساسيه رغم ان هي انا بتديني بس كلمات وبقعد احفظها وبقعد افهم التكوين بتاع الكلمه بيبقى عامل ازاي؟ لان انا بعدين ممكن اقرا ارتكلز كتير او اقرا كلمات كتير قوي انا ما درستهاش اثناء فتره دراستي في كليه صيدله، ولكن ابقى عارفه من تكوين الكلمه الدواء ده ايه، او بيكون شكله عامل ازاي، هل ده بيبقى التهاب ولا قطع ولا ايه بالظبط. فماده الترمينولوجي من المواد المهمه جدا ان انت تقدر تتقنها بسهوله، وهتسهل عليك حاجات كتير جدا، وهتفتح لك كمان فرص شغل بعدين كتير قوي. وهبقى اكلمكم في فيديوهات منفصله ان شاء الله عن ازاي ان ماده الترمينولوجي هتساعدكم ان انتوا تشتغلوا بعدين حتى اثناء فتره الدراسه. بعد كده في مادتين ممكن ما يكونوش مواد اساسيه بالنسبه لنا في صيدله، ولكن هي مواد مهمه عشان كده احنا بناخدها. ماده الماث اللي هي الرياضه، زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا بناخد رياضه في صيدله. ويا ترى احنا ليه بناخد رياضه في صيدله؟ زي ما قلت لكم عشان احنا بنحتاج ان احنا نعرف نحسب حاجات معينه، سواء بقى جرعات، سواء برضو حاجات احصائيه، ان احنا مثلا نعرف نسبة الدواء ده هيروح ازاي. لو انا هعمل استادي معينة او هعمل دراسة معينة ابدا اعرف ان انا احسبها بشكل عامل ازاي. فمادة الماس دي انا باخدها، وما تقلقوش هي بتكون مادة بسيطة ومش صعبة خالص، والدكاترة بتوعها بيكونوا بيشرحوها بشكل مبسط، فهم اوريدي بيكونوا عارفين ان احنا في صيدلة يعني مش في هندسة يعني، فمش بنحتاج تفاصيل كتير، ولكن دي هتساعدك كتير قوي قدام. بعد كده مادة الاي تي اللي هي انفورميشن تكنولوجي او الكمبيوتر. بيبداوا يدونا حاجات اساسيه زي الوورد والاكسل والباوربوينت، ويبقى فيها برزنتيشنز طبعا العملي بتاعها، وبعض المواد عن الانفورميشن تكنولوجي عموما، او بعض التوبكس عن الانفورميشن تكنولوجي، حاجات عن الرام والروم وتفاصيل عن الموبايل. الحاجات دي عشان يعني انا بحس ان هي معلومات بتفيدني، وكمان الاكسل والباوربوينت والحاجات دي هتفيدني كتير جدا في شغلي بعدين. فهي فعلا من المواد المهمه، وانا يمكن وانا اثناء فتره دراستي ما كنتش مدركه قوي هي حاجه مهمه ازاي الا بعد ما انا اتخرجت. اخر حاجه عايزه اقول لكم عليها ان انتوا حاولوا دايما ان انتوا تستفيدوا بكل معلومه انتوا بتاخدوها، وبتحاولوا ان انتوا تدوروا بنفسكم وتعرفوا اكتر. ده هيساعدكم كتير قوي عشان لما تيجوا تتخرجوا تبقوا عارفين معلومات كتير وعارفين تفاصيل كتير وعارفين هتدوروا ازاي. انا حاولت اوصل لكم المواد الاساسيه اللي انتوا بتاخدوها في السنه الاولى، ولو برضه عندكم اي استفسارات تانية او في حاجه ما كانتش واضحه اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم ان شاء الله في اقرب وقت. شكرا، باي.